سيد راضي مخرج شعنون، مجنون وشعنون الله يرحمه، وكرييتيف جدا يعني مجنون، الحكايه تطق في دماغه كده يقوم طالع يجري. عملت انا ميزو، وبعدين جالي برضه قال لي انزلي لي معايا دلوقتي. طبعا نروح فين؟ قال لي هنروح مسرح الفردوس، مسرح الاندلس. ليه يا محمد؟ ليه يا راضي؟ فقال لي تعالي بس تعالي، ما بيقولوليش انا رايحه فين. ما حدش بيقول لي، عارفه ليه كده؟ دخلنا مسرح الاندلس، ده كانت جنينه كده، مدرجات زي دي بس جنينه، وفيها في الاخر مسرح معمول ديكور، وفي العمق جدا قوي، وانا لسه بقرب سهير البابلي قاعده كده على المسرح، وبكر كان بيعمل حاجه الله يرحمه، ابو بكر عز. انا بقرب وعمال اقول له زي دي سهير البابلي، قول تعالي بس حد يفهمني يا جدعان انا في ايه. دخلت لها، قال لها دي اسعاد يونس اللي عملت ميزو ومش عارفه ايه. طبعا خدتني البصه اياها بتاع ايه دي الحاجات دي كيزه. وبعدين قال لي انت هتعملي دور سعيده مبارك، وده برضو كان دور حد معتذر عنه، صافي المجنونه كان حد معتذر عنه. وجه بكر من بره فقال ايوه انا عارفها، انا عارف اسعاد ومش عارفه ايه بتاع يلا. اتاريهم عاملين بروفات، وحصل بقى الخلل بتاعنا، حد اعتذر ده، فابتديت انا معاهم وانا على ميه بيضه وهم دايسين الروايه، وابتدينا نشتغل. واحنا بنشتغل بقى شهرين مثلا حاجه، لا قال والله، هل يمكن شهر ولا حاجه. انا الصبح يوم الاحد لو تفتكري كان في مسرح منوعات في التلفزيون، حفله اوبن اير كده الصبح، يعني يعملوها مش عارف في كذا مش عارف. ففرقه اسمها انغام الشباب، كانت الفرقه دي اداره منار ابو هيف. ما اعرفش انا بقول اسامي، انتوا عارفين مين دول ولا ايه؟ طبعا اللي شعرهم ابيض مش كل الناس عارفه، مش كل الناس. ف ده مثلا طفل لسه، ده ما هيعرف الحاجات دي ازاي. فلقيت لطفي لبيب بيعمل له روايه، ولقيت لطفي لبيب بيقول مش عارفه ايه، انتي بابا وانتي ماما. لقطتها وقلت انا هروح اجربها بالليل. انا رحت بالليل، طبعا هم مش عارفين انا هقول ايه، رحت قايله انتي بابا وانتي ماما. لقيت الدنيا كلها انتي بابا وانتي ماما. مفيش، لقيت الصاله ضحكت جدا. فرحت تاني مره بقى بقولها، قلت لها مش عارفه، قلت لها انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي من دماغي كده، بقت لازمه. وابتدوا بقى يحسوا ان انا يعني ايه، تقل معايا، بعرف يعني. والحمد لله ربنا كتب للروايه النجاح، الحمد لله رب العالمين.